يعتصرها الألم والحزن. تلقينا نحن الأسرة الصغيرة شو واحد يشد الميكرو استشهاد أخينا هنا عبد الحق هنا إثر اعتداء شنيع من عصابة همجية بالحرم الجامعي. ابننا البار وفلذة كبسنا الشاب الطيب ذو 23 ربيعا، شاب صغير مسكين السادس. المثال الأصيل في الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، الطالب المجيد الطموح الكبير والهمة العالية في التحصيل والمعرفة. ترك فقدانه في قلوبنا جميعا حزنا وألما، ليس لنا فيه عزاء غير رجائنا في الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يتقبله عداد الشهداء والصالحين. في هذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الإخوة الوزراء وللسادة رؤساء الكليات والجامعات والسلطات المحلية على ما قدمته من تسهيلات لتأمين الفقير. شكر جزيل أيضا لإخوانه وأخواته كلهم في جميع المدن المغربية. وأمام هذا المصاب الجلل إننا نعبر عن إدانتنا لهذه الجريمة النكرانة في حق ابننا عبد الرحيم، سائلين معز وجل تقبله عنده من الشهداء. ولكن في البداية جناب الكلمة سعادة الرئيس، السادة الوزراء، الإخوة والأخوات، نستغرب من البلاغ الذي أصدرته ولاية فاس حسب ما جاء في وسائل الإعلام، والذي تضمن إدعاءات غير صحيحة، حينما اعتبرت أن الشهيد سقط إثر اشتباكات مع هذه العناصر الإجرامية، في حين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل متعمدة مع فتح الإصرار والترصد. كما نطالب كل الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه والقبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، وأن تتحمل هذه الجهات مسؤوليتها كاملة في تأمين فضاء الجامعة المغربية التي باتت للأسف الشديد فضاء للإرهاب والعنف والتقتيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تؤمنها من كل هذه الأعمال وهذه الممارسات التي تهدد حياة هؤلاء الطلاب وحياة الأجيال المقبلة. الشكر الموصول مجددا لكل الأخوة